السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، صحة وسلامة وعافية يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد ويوم من أيام البسيطة إن شاء الله ينال إعجابكم. وبديت وياكم هنا من الريوق. اليوم قعدت يوم من الصبح، قلت بما إنه قاعدة خلي أسوي ريوق وياكم. وطبعا والله العظيم أنا ما أحب أبد ما أشتهي ريوق الصبح، بس قلت خلي أصور وياكم. والولد تريقوا. بنات إذا تسمعون صوت هواء أو شي تراني قاعدة بالطرمة، يعني هيك وقت تلفزيونات وتليفونات وهوس البيت، فما لي صوت يطلع بالمونتاج، عاد خليه على صوت الهواء أحسن. فبدينا هنا خلينا شوي دهن حار وطقينا بيض. بنات تحبون البيض شلون تحبونه؟ طق عيون؟ العيون أبد ما أحبها، ما أكلها. وريوقنا برعاية سكر ستيفيا. ولا هو مو طيب أبد، بس نسوي شديد القوي لازم نشربه. وهنا تريقنا وسهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا يوم روتيننا بسيط، ما بي طبخ قوي ولا شي، اليوم تنظيف يعني. وهنا كدوشة لازم تخلي روحه. بنات لا تخافون، البزونة هاي مالتنا ترى ملقحة ونظيفة، عندها كارت والحمد لله، يعني خاف عبالكم يعني بزونة مو نظيفة أو ما الشارع وهاي. فهنا خلصنا ريوقنا وعلينا وعليكم ألف عافية. اليوم راح أشوفكم طريقتي بطبخ اليابسة والتمة، طبخ الفاصوليا أو بالأحرى. يعني خابروني من المحل قالوا اليوم احنا نريد مرقة فاصوليا، قلت لهم يابا سهل، بما انه انا عندي شغل فقلت سهلة اسوي فاصوليا، يعني مو طبخ وتعقيدات وهذا شي سهل. بنات شلون اسوي هالفاصوليا؟ هسه انا جيت قبل غسلتها لا منقعتها ولا شي. راسة اخليها بجدر واخلي فوقها ثوم وغصن فلفل حار، واخلي خاشوقة مال معجون وزيت ومي، واخليها على النار اقبقها. زين بنات اذا الفاصوليا ما منقعيها شو اسوي؟ اعطيكم طريقة تنسلق بسرعة. تخلوها تفور على الطباخ، اول ما تبدي تفور طفوها ربع ساعة وبعدين ترجعون تشعلوها، راح هرس وياكم على السريع. بس انا سويت هسه انا عندي جدر ضغط، راح اخليها بجدر الضغط. هسه هي على الثوم هذا الفلفل اللي ينطي طعم الفاصوليا كلش طيب، بس احنا ما نحبها حارة يعني، فخليت غصن واحد. اذا تردون خلي 2 3، اذا تحبوها حارة تعطيها طعم مو طبيعي للفاصوليا. فهنا انا قلت لكم راح اطبق بالجدر
الثوم على الزيت على المعجون على الفاصوليا على الفلفل على كلها سوية، وقبقته وخليت له مي. شوفوا نص ساعة هيك الفاصوليا استوت عندي. شوفوا، والبنات احنا نحبها الفاصوليا برتقالية، ما نحبها حمرا حيل، ولا نحبها بلحم أبد ما نحبها بلحم. بعد هيك احنا نحبها بالبيت. شوفوا هاي بعد نص ساعة فارت جدر ونشف مية. طبعا هذا جدر الخنفشاري التراثي، هذا جدر ضغط بنات. ورا نص ساعة خليت لها مي ورجعت خليتها تقريبا بعد ساعة وربع تقريبا، العفو نص ساعة تقريبا 3/4 ساعة خليتها على النار، وصارت بهذا الشكل وبهذا القوام الحلو جاي تشوفونها قدامكم. صارت تجنن ورهيبة. يعني أخذت العملي هاي الفاصوليا أخذت مني تقريبا ساعة وربع استوت وصارت تجنن. بس إذا أنتم حابين تسلقون فاصوليا وتخلوها بالمجمدة، هذا بعد بحث آخر. سلقوها وخلوها طبخات حتى رأسة أول ما تشتهوها تطلعون وتطبخون قبل. بس لا تسلقونها واحد، يعني إذا تريدوا تطبخوها طبقوها كلها سوية، فاصوليا والمعجون والثوم والزيت والفلفل إذا حابين، وخلوها تستوي سوية. نصوا عليها الطباخ وتصير شيء حلاوة وحدها. احنا هاي طريقتنا بطبخ الفاصوليا. إذا تعجبكم طريقتي خلوا لي لايك. وهنا قد خليه آكل وياكم أشوفكم. شوفي القوام شلون صار تجنن. هاي احنا نسويها تطبيق، هيك نسميها تطبيق، وتصير أطيب فاصوليا بالعالم. هاي طريقتنا وطريقة أمي، وكنا احنا هيك نسويهم. زين، هسه بعد ما خلصنا الغداء وعلينا وعليكم بألف عافية، تعالوا خلي أشوفكم الروتين الضيم. البارحة حكيت لكم قلت لكم عندي غرفة بالبيت، غرفة الكراكيب بنات، بما أنه إحنا الغرفة هاي ما كاملة وأنا ما عندي مكان بالبيت، فشكو شي زايد أخليه بهالغرفة. وتدرون ليش أنا عايفتها هيك؟ إن هالغرفة ما بيها لا كهرباء ولا ضوء والدنيا حارة، ما أقدر أدخل أسويها. فهسه من شوية جو برد قلت خل أسويها، واليوم انكسر ظهري بيها والله العظيم. تقريبا ساعتين أنا بيها لما وصلنا لهاي النتيجة. صحيح هي مو كلش يعني طلعت النتيجة توب، بس شو نسوي يعني. بس يعني اللي قدرت عليه سويته، لما الله يفرجها ونكمل بناها ونشتري كاونتر جديد وأشيل هاي كل الهوسة، ونشتري غشاب ونشيل كل هاي الهوسة جوا. وبعدها ما خلصت، ما قعدت راحة، جيت قلت خلي أسوي حملة على الفراش. طلعت المخاد اليوم، قلت أول ما أبلش بوجوه المخاد أبدلها كلها واغسلها. تعرفون صيف والدنيا حارة والقاع يعني ما مفروشة فتتوسخ الفراشات، فقلت خلي أبدل وجوه المخاد واغسلها اليوم وأسوي حملة على الفراش. أول ما بديت اليوم بالوجوه مال المخاد، وباكر إن شاء الله راح أبلش بالوجوه الفراش، وبعدها أبلش بالبطانيات يومية وحدة. طبعا أكيد راح أشاركها وياكم أول بأول حتى نتحفز سوية، نشتغل سوية. خلينا نقول كلنا سوية نسوي حملة على بيتنا وعلى فراشنا لازم يعني. وأخذت فراشة، أخذت الوجوه خليتها بالغسالة وغسلت ملابس وشريت والحمد لله والشكر. حتى بيومها انتهيت عشاء ما سويت، اتعشى وجبان وشاي وهالسوالف وكله خير ونعمة من رب العالمين. آخر شي هنا قعدت كالعادة خليت التعلولة مالتي وقلت أدردش وياكم شوية. طبعا تعودت عليكم حبايبي وعائلتي، وأحب أشكر كل من دعمني بلايك وبتعليق، كل من اشترك بقناتي، كل من ساهم على أن الناس تشترك بقناتي. يعني تعليقاتكم كلش حلوة اسعدتني، التعليقات تجنن حلوة، مثل وجهكم ربي يحفظكم، ربي يسعدكم ويرزقكم مثل ما جاي يسعدوني. حبيبات قلبي انتو. أشكر كل أم وكل أخت وكل بنوتة جتي لقناتي، ممنونة منكم. باي باي.